شكرا على تلبية الدعوة. ندوة علمية بحضور خبراء دوليين وجامعيين للوقوف على جودة التعلمات وجودة التعليم في المدرسة المغربية بشراكة مع جمعية أماكن اللي مختصة في المجال. الهدف منها هو مواكبة الإصلاحات اللي كتعرفها المدرسة المغربية، وكذلك المهن اللي تنبثقت على هذا الإصلاح ديال منظومة التكوين في المغرب والتربية الوطنية، وكذلك من أجل إيصال واحد الرسالة واضحة لجميع الفاعلين، هو أن المدرسة والتعليم هو شأن الجميع ماشي شأن قطاع دون غيره. لذلك اليوم هذا دورنا كمجتمع مدني، كصحافة، كمجتمع مدني، كفعاليات مجتمعية. لذلك اليوم احنا رأس مال البشري اللي كيراهن عليه المغرب هو أننا خصنا نكون عندنا مدرسة ذات جودة. لذلك هذا النشاط ما هو إلا سلسلة من الأنشطة اللي الجمعية غادي تقوم بها، وكنظن أننا مستعدين أننا نتخارطوا جميعا من أجل ضمان جودة للتعليم وجودة للمتمدرسين اللي هما الثروة الحقيقية للمغرب، اللي هما أجيال الغد. هذه الندوة اللي هي معنونة بالمنظومات التربوية العربية، تحديات ورهانات، وحول قضية المهن الجديدة وسوق الشغل، جاءت في سياق الحديث عن الإصلاحات التربوية والتعليمية اللي كتنهجها الوزارة والدولة المغربية بطبيعة الحال في الوزارتين، وزارة التعليم والتربية الوطنية والشباب، وأيضا وزارة التعليم العالي والابتكار. وأيضا هناك سياق دولي مرتبط أيضا بالتحولات اللي كتوقع. نعيش كما تعلمون تحولات عميقة جدا، خصوصا مع عصر الثورة التكنولوجية، الثورة الرابعة كما يتحدثون. ولازم علينا في المغرب أننا نهجو سياسة جديدة في التعليم، لأن الأجيال الآن اللي تعيش في المستقبل هذه ديال 20 سنة المقبلة سوف لن تجد هذه المنظومات التربوية صالحة لكي تعالجها ب 20 سنة المقبلة. ولذلك قلنا نحن في هذا المنتدى وفي هذه الندوة أننا نديروا ندوة نسلطوا الضوء على ما هي هذه المهن الجديدة، ما هي التحولات العميقة اللي عرفها العالم، كيفاش يمكن يستفد منها المغرب في الجانب الرأسمال البشري. ونعلم أن المغرب دخل في واحد السياسة ديال النموذج التنموي، وهو يعني كيراهن على رفع من الرأس مال البشري لأنه أهم رأس مال، والتربية كتبقى في واحد رهان الفرس، لأنها هي اللي غتحل لنا التحديث في المغرب، واللي هي اللي غتنقلنا إلى مسار الدول يعني الصاعدة، بل الدول المتطورة، واللي هو كيحظى بالرعاية ديال صاحب الجلالة نسأل الله. وحنا بغينا في هذه الندوة نسلطوا الضوء على بعض المكامن ديال النقص، ونحاول ما يمكن نساهموا بدورنا. بطبيعة الحال الندوة لن تجيب على جميع الإشكاليات، لكنها تساهم بدورها بفاعلينها. ولهذا استضفنا باحثا مرموقا يشتغل في اقتصاد المعرفة، وباحثا آخر اقتصاد في التعليم الرقمي. وبطبعي أنا شخصي كرشيد جرموني كباحث في علم الاجتماع، وأصدرت كتاب حول المنظومة التربوية والتعليمية في الوطن العربي، وعندي بعض الدراية وكنشتغل على سوسيولوجيا التربية. ولهذا قلنا بأنه جاء الوقت لكي نتحدث عن هذه القضايا، نبرزوا بعض الإشكاليات، نتحدثوا على المهن الجديدة، حتى يكون هنا واحد النوع من المواكبة للإصلاحات الجارية اللي كنتمنوا أنها النجاح، وأن المغرب يربح الرهان ديالو في تنمية حقيقية. لأن كل الأنشطة المستقبلية ستكون مع الرقمنة، ولا يعقل أن يصبح التعليم يعني خارج عن هذا الركب، ولهذا سوف يساهم بهذا الركب بطبيعة الحال. ولهذا هذه الندوة تأتي لكي تجيب عن هذه الإشكاليات. نتمنى بطبيعة الحال النجاح لها، وأشكركم على الاهتمام ديالكم والاهتمام الصحافة والإعلام شريك في هذا المسار، وشكرا لكم.